وانت عندك الثلاث اخطاء دول احب اقولك ان مشروعك هيقع. عزيزي المشاهد، كلنا بنشتغل ونتعب ونجري، بس في هنا سؤال مهم، هو انا ماشي صح ولا لا؟ مشروعك ناجح فعلا ولا مجرد وهم؟ انا ابراهيم العشري صاحب محل اسواق بيروت للمنظفات. والله هشارك معاك حاجات بسيطة هتعرفك انت ماشي صح خطوة بخطوة. خليك معايا. اول حاجة تعمل جرد شهري لو ما عندكش نظام كاشير. ايه المصاريف اللي صرفتها على المحل وفي الاخر تشوف انت طلع لك مكسب ايه. باختصار الجرد ده هيخليك تعرف هل انت ماشي صح ولا لا، والجرد هيمنع اي مشاكل قبل ما تكبر مشروعك. واهم حاجه تخلي بالك منها الزبائن اللي بتجيلك بترجع ولا لا. على سبيل المثال لو جالك 100 زبون بيرجع منهم كام زبون؟ لو ما بيرجعش منهم ولا زبون يبقى لازم توقف وتراجع نفسك في بعض الحاجات. هل اسعارك مناسبه للزبون في المنتجات؟ هل المنتجات نفسها كويسه؟ هل معاملتك مع الزبون كويسه ولا لا؟ هل الموظفين كويسين ولا لا؟ اهم حاجه ممكن تخلي الزبون ما يجيش تاني لو وقف عندك فتره طويله عشان ياخد طلباته. يعني لو انت بطيء او ما عندكش نظام بيع سريع. ولازم تخلي بالك المخزون بتاعك بيتحرك ولا نايم. يعني لما تظبط الحاجات ديت وتراجعها كويس هتلاقي الزباين بترجع لك تاني ويبقوا عملاء دايمين. حاول تشوف الرفوف عندك المنتجات ماشيه ولا زي الضيوف التقيله. لو في صنف واقف مبيعاته قليله يبقى انت اللي اشتريت غلط من البدايه، او اسعار غلط او مش مطلوبه. يعني باختصار المشروع اللي بيتحرك معناه ان مشروعك شغال. ازاي تعرف ان انت ما عندكش نظام صح مناسب ليك؟ لو يومك كله جري في المحل والموظفين محدش عارف هو يعمل ايه ولا يروح فين ولا يجي منين، او المحل مش نافع يشتغل من غيرك، يبقى اكيد النظام اللي انت عامله غلط. لكن لو يومك ماشي بنظام سواء مبيعات او موظفين شغالين صح، اعرف ان انت ماشي صح. الاداره انك تشوف الطلبات، تشوف البضاعه اللي ناقصه، تشوف ايه المنتج اللي واقف وتشغله، تعمل عروض، تشغل الدنيا، تهتم بالمحتوى كده. زي ما قلنا قبل كده ان المحتوى مهم جدا لمشروعك. لو معاك محتوى قوي هتحس ان انت ماسك مشروعك بايدك. يعني مش لازم تبيع بالافات او يكون عندك زحمه دايما قدام المحل، كل ده مش معناه ان انت شغال صح. ممكن تكون بتبيع كتير لكن ما عندكش اداره صح، مفيش فيها مكسب. يعني زي ما احنا قلنا لو انت ما عندكش نظام كاشير الجرد هيعرفك انت ماشي صح ولا لا. حتى لو انت بتتقدم ببطء دي حاجه كويس. لازم تبقى خطوات سريعه، خطوات بطيئه لكن بنظام صح، هو دي النجاح. احب اقول لك ان المكسب الحقيقي هو الاداره الصح. هنا قصدي الاداره العامه مش في المشاكل الكبيره، وهنا قصدي الاداره في التفاصيل الصغيره، هي دي اللي بتفرق معاك. وديت لها فيديو خاص ان شاء الله هعمل لك الفيديو الجاي. الموضوع بسيط يا عزيزي. المكسب الحقيقي مش بس في الفلوس، المكسب الحقيقي هو الاداره الصح ويبقى عندك عملاء ثابتين. يعني حتى لو ما عندكش نظام كاشير حاول تسجل كل مشترياتك، كل مبيعاتك، كل الهوالك، كل التوالف، وفي الاخر هتعرف كسبت كام. المهم هنا مش بس الرقم، المهم هنا الاداره الصح. الاداره في المشتريات، في المبيعات، في المبيعات، مخزون، في الزباين، في المصاريف، في الهوالك، في التوالف، كل ده لازم يبقى له اداره. دي تفاصيل صغيره هتفرق معاك اخر الشهر. اداره مظبوطه حتى لو المكسب صغير مع الوقت المكسب هيكبر مع الاداره الصح. عزيزي المشاهد احنا وصلنا لنهايه الحلقه، معنى كده ان الوقت بيطير معاك عشان انت غالي على قلبي. عزيزي المشاهد احب اقول لك لو انت ماشي على العلامات ديت صح وموجوده عندك يبقى انت ماشي صح، ولو مش موجوده حاول تركز عليها خطوه بخطوه وهتتعدل. استناني الفيديو الجاي اقول لك على 5 حاجات ممكن توقع مشروعك من غير ما تحس. طبعا عزيزي المشاهد مش هفكرك تعمل اشتراك للقناه وتعمل لايك وتكتب كومنت حلو. سلام عليكم.